اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. بمناسبة بقى ان ايه انكم كلكم فرحانين ان شريك نجحت لحسام حبيب. وبتاع الزبالة بقى اللي يا ريت بتاع الكشري كان اداله الكشري وريحنا يا شيخ، كنت حاسبته انا على حساب اللي وجع دماغنا كل شوية. قلت بقى نعمل صينية بسبوسة كده نحل بقنا ونريح نفسنا من وجع الدماغ. معانا بقى كوبايه سكر كده، مج من بتاع الشاي بتاعنا دوت عليه يعني شويه ميه صغيرين، معلقتين ميه كده. هنسيبهم بقى على النار يتكرملوا زي ما انت شايفه، هسيبهم يغلوا كده، وساعه بقى نشوف اللون الجميل الذهبي دوت، تقوم انت بقى جايبه كل ربع سمنه بلدي تحطها ايه على السكر بعد ما اتكرمل. بسبوسه يعني سمنه بلدي، يعني سمنه بلدي يعني بسبوسه، مش تعملي بسمنه نباتي، لا مش بحب انا السمنه النباتي في الحلويات. والله هي البسبوسه سمنه بلدي، تعرفي تاكلي بسبوسه صح. هتدوبي انت بقى كوبايه الا ربع سمنه كده مع كوبايه السكر بعد ما اتكرملت، وهتفكها على النار. كل ده على النار هاديه خالص، يعني مش طافيه النار، لا انا مهديه النار خالص. ونفس المج برضو كلها بان كده وتحطيه على السكر. ما تخافيش، هو السكر بس هيجمد معاكي شويه كده، بس هتقلبي فيه ان شاء الله هيفك. ما تخافيش من اي حاجه. حطي على ضمانتي، والله ما بجرب حاجه او بعملها وبصور الا ما باكلها الاول ولاقيها حلو اقول لكم عليه، وحشه ما بنزلهاش والله على القناه. خلاص. ده بقى 500 جرام دي بسبوسه كده، يعني نص كيلو. معلوش اي حاجه خالص. هنحطه ديت معلقه دي بقى، بس رشه ملح كده اسمها ملح البركه، بتظبط السكر بتاع الحلويات. لازم في كل حاجه تحطي معلقه ايه، رشه ملح صغير. ده معلقه شاي صغيره كده، املاها كده على الاخر من بيكنج باودر، من هو اسمه كيك شيف دون، او بيكنج باودر. كربونات كربونات، لا انت انا بتلخبط من الكربونات والبيكنج. بعد ما السمنه بتاعتنا دابت مع اللبن مع السمنه مع كله كده، وهي سخنه على طول تدلقيها على دقيق البسبوسه. شايفين اهوت، هتقلبي بقى تقليب كده، هتدخلي كل حاجه كده مع في الدقيق البسبوسه كده، ما تخليش حاجه ما تعجنيش، بس تدخلي السمنه والحاجات كلها في الدقيق، ما تخليش اي دقيق منك في ايه، في ارضيه البوله وكده، ولا تعجني ولا حاجه. خلاص. هو نص كيلو بياخد المج بتاع الشاي انتوا عارفين، بياخد كوبايه الا ربع سمنه، كوبايه سكر، كوبايه لبن، وتكرمليهم رشه ملح كده. عايزه تحطي جوز هند حطي، مش عايزه ما تحطيش براحتك. بصوا اهوت. خلاص دوبتها كده مع صينيه بقى، عندك طحينه تدينها طحينه، ما عندكيش طحينه دهنها سمنه بلدي برضه. هتنزلي انت بقى بالبسبوسه كده وتحطها في الصينيه. انا ما بعرفش مقاس الصينيه دي كام، بس يعني هي ايه، يعني هي بتاخد نص كيلو بسبوسه. فانت بقى هتفردي بقى الدقيق بتاعك كده بالبسبوسه بتاعتك في الصينيه. شايفين هي تقولي تحس ان هي جامده، هي بس هي مش جامده. خلاص. فانا بقى ايه، شلت المعلقه كده، ما ينفعش بايدي كده، بلتها ميه وهسوي وش البسبوسه. وتنزلي الحروف بتاعت الصواني كده، الصينيه صواني اهوت كده لحد ما نسوي وشها خالص كده. حلوة، وتسيبي لي ايدك مية وتطبطبي على البسبوسة بالراحة كده، وايه وتسوي وشها. خلاص. هتقطعيها انت بقى قبل ما تخبزيها كده. انت بقى قطعيها زي ما انت عايزة بقى، قطع صغيرة كبيرة، إيه تقطعي اللي تعجبك اعمليه. خلاص. اهوت. حطوا بقى لايك للفيديو ما تنسوشي. كلها كده. عايزة تصغري القطعية أكتر، يعني أصغر من كده قطعيها صغير، عايزة تكبريها كبري. ده تبع ذوقك انت وتبع رغبتك انت. خلاص. وبعدين نطلع من الفرن بنادي عليها تاني. خلاص كده هنحطها في الفرن بقى تزوق لها رزق. نسيت حاجة لسه هنزوقها الأول بحباية لوز كده، عندك بندق، لوز، عين جمل، أي حاجة بتحبيها، سوداني اللي متوفر عندك حطيه. مش شرط يعني، فكان عندي وحطيت، ما عنديش ما هحط حاجة تانية. مش شرط ان انت تحطي يعني لوز او بندق، او ما عندكيش والله السوداني برضو جميل. كريز، اي حاجة تحبيها حطها على وش البسبوسة. سادة خالص، مش ما بتفرقش. فضغطيها كده، نزليها عشان خاطر ايه، لما تيجي تسقيها شربات ما اللوزية ما تطلعش لفوق. خلاص.
كنت انا بقى عامله الفرن بتاعنا على درجه حراره 200، ده فرن كهربائي كده، هو مصدي كده بس شكله هو نضيف، هو والله الماركه نضيف وايت ويل، هو حلو بس شكله ايه ما يلدش يعني. هسيبها تتخبز كده في الفرن، واعمل الشربات بتاعها او السيرم بتاعها. هنحط كوبايه ونص سكر، بس انا ما بحبش السكر حاجه مسكره قوي، انت بقى ورغبتك تحطي اللي انت عايزاه. انا حطيت كوبايه ونص سكر على كوبايتين ميه، وهسيبهم بس يفكوا السكر وايه وخلاص، ما يعني غلوه واحده بس، شرايح ليمون فيها كده، وهنسيبها بقى على النار لحد ما تغلي بس والسكر يدوب. شايفين زي ما انتوا شايفين كده، كأنها ايه متحطتش على النار خالص، فكي بس السكر بس، مع شويه فانيليا سايله كده، او عندك فانيليا من التانية حطيها اللي هي البودره دي. خلاص حبايبي، حطوا بقى لايك للفيديو بقى، والله انا الواحد بيتكلم مش قد يجيب النفس من شغل طول النهار. عشان بقى البسبوسه بتاعتك تبقى تديها لمعه كده ويبقى شكلها حلو، معلقه سمنه بلدي كده في الشربات بتاعها وهو سخن، ودوبيه. بتحسي بطعم السمنه البلدي بقى في البسبوسه من معلقه السمنه البلدي دي، تحسي طعمها حلو قوي، وبتلمع شكلها من فوق كده وبتبقى حلوه. كانت البسبوسه بتاعتنا طلعت من الفرن، شايفين الحلاوه، والله تستاهل لايك. وفي كومنت حلو كده كلمه تفرحي فيها، يا جماعه انتوا بكسلوا تحطوا لايك ليه؟ يعني انتوا هتخسوا يعني، انا ما بقبضش فلوس على فكره لسه. اللي بيقولوا هتقبضي فلوس ونحط لك انا يا جماعه ما قبضتش لسه. خلاص، فانت بقى تبصي انت بقى وراحتك، عايزاها تبقى بقى سايحه خالص حطي الشربات كلها، عايزاها تبقى ماسكه كده يعني. بصوا احنا ما بنحبش الحلويات مسكره قوي، فانا الشربات يعني ايه هسقاها نص، يعني بصوا نص الكميه اللي معايا هسقاها كده الشربات بتاعها، بس لحد ما تقبل كده يعني، كل ما تقبل بحط، ما بتقبلش خلاص ما بحطش بقيه الشربات. عايزه بقى انت تاكليها مرمله كده وسايحه خالص، حطي الشربات كلها. خلاص، زي ما انتوا شايفين كده، هسيبها بقى تبرد وايه، واقطعها لكم بقى وتشوفوا منظرها. شايفين اهيت، هنطلعها لكم حته بقى وتشوفوا الجنب، والله ريحتها تحفه تحفه. شايفين اهوت، بندعى بس على التقطيع قبل ما اللي احنا عاملينها قبل ما ندخلها الفرن. بصوا عايزاها تبقى أكتر يعني، دايبة عن كده أو سايحة يعني. بصوا البسبوسة اللي هي اللي فيها سكر كتير الدايبة ديت، تحطي شربات كمان عليه بقية الكمية. أنا بس عشان خاطر أعرف أكلها لولادي عشان هم مبيحبوش المسكر، ما حطيتش الشربات اللي أنا عاملاه كلها. شايفين بجد، أقسم بالله جميلة 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 لدرجة ما تتخيلوا، طعمها تحفة. شايفين الترميلة، شايفين الشكل، والله تحفة اهيت. بصوا بجد، شايفين لون البسبوسة ولا ريحتها بقى تحفة؟ مش عايزاها ناشفة كده، حط الشربات الباقي، الكمية اللي قالك عليها اللي هي كوباية ونص سكر على كوبايتين مية، حطهم كلهم عليه. مش عايزاها تبقى ناشفة زي ما انا بحبها كده، حطي ايه لحد ما تلاقيها قبلت ما عادش هتقبل منك شربات، ما تحطش بقى. خلاص، قعد بقى انت عايز تاكلها بقشطة، تاكلها بكريمة، اللي انت عايزاه بقى ايه، طبعا رغبتك انت. خلاص، كان الفيديو بتاعنا خلص النهارده، وكل مره وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش تحطوا لايك حبايبي.